احنا فعلا قربنا من نهاية العالم. كل المؤشرات بتقول ان العالم بقى مكان غير مستقر. وكل يوم بيعدي بنقرب اكتر من نقطة النهاية. القرارات اللي بتتاخد دلوقتي مش بس هتحدد مصير الفلسطينيين، لكنها ممكن تحدد مصير البشرية كلها. العالم كله على وشك الانفجار. هل اقتربت الحرب الأخيرة؟ الأيام دي الأخبار كلها بتتكلم عن تهجير الفلسطينيين اللي بتضغط أمريكا لتنفيذها كحل للصراع اللي بيحصل في غزة. لكن الحل ده مش بس غير إنساني، ده ممكن يكون قنبلة موقوتة بيهدد الاستقرار في المنطقة والعالم كله. مصر كانت من أوائل الدول اللي قالت لأ، لكن ده مش بس رفض سياسي، ده تحذير خطير من العواقب اللي ممكن تحصل. مصر قالت كلمتها: مفيش تهجير ومفيش حلول على حسابنا. الرئيس عبد الفتاح السيسي أعلن موقف مصر بوضوح وقال مش هنسمح بالتهجير لسيناء أو أي مكان تاني. حذرنا في بداية الأزمة من يكون اللي بيتعمل هو محاولة لجعل الحياة مستحيلة في قطاع غزة عشان يتم تهجير الفلسطينيين. وقلنا ساعتها بالفترة ديت في أكتوبر والشهور اللي بعد كده في كل من التقينا بيهم من مسؤولين إن الأزمة اللي احنا شايفينها وبنعيشها هي أزمة ناتجة مش فقط على عمل أو عنف متبادل بين الطرفين، هو فقد للأمل في إيجاد حل للدولة الفلسطينية للشعب الفلسطيني. أنا أقدر هقول إيه للرأي العام المصري، ولن أتكلم على الرأي العام العربي أو الإسلامي أو العالمي. أقول له إيه لو طلب مني أو ما يتردد على إن ممكن يتم تهجير الفلسطينيين إلى مصر؟ أنا أتصور إن أنا، وطبعا أنا يعني بقول فرضية نظرية، لو قلت ده معناه عدم استقرار للأمن القومي المصري ولا الأمن القومي العربي في منطقتنا. وده مش مجرد كلام، دي سياسة مصر الثابتة اللي بتقول إن لازم القضية الفلسطينية تتحل بطرق عادلة، مش تهجير الناس من أرضهم. مصر طول عمرها بتساند الفلسطينيين، لكن في نفس الوقت مش هتقبل إن الحل يكون على حساب أرضها واستقرارها الداخلي. في تطوير مفاجئ، الرئيس عبد الفتاح السيسي رفض زيارة واشنطن في التوقيت ده بالتحديد. خطوة زي دي ليها معاني كتير. الزيارة دي كانت هتكون فرصة لمناقشة قضايا كتير، لكن مصر مش هتشارك في ترتيبات ضد مصالحها أو حقوق الفلسطينيين. قرار الرفض ده كان رسالة واضحة: إحنا مش تحت أي ضغط ومش هنقبل بسياسة الأمر الواقع. الوضع الحالي بقى مرعب، لأن التوترات دي مش هتقف عند الشرق الأوسط بس، لا دي كمان ممكن تولع العالم كله. التحالفات العسكرية شغالة وكل طرف بيجهز نفسه لأسوأ السيناريوهات. أمريكا بتدعم تهجير الفلسطينيين، وإسرائيل بتحاول، ومصر والأردن ودول عربية تانية كتير رافضين الفكرة. وفي المقابل في دول تانية زي روسيا والصين ليها مصالح في المنطقة، ولو الأمور خرجت عن السيطرة محدش يعرف إيه اللي ممكن يحصل. وحصل كده نقدر نقول إن العالم فعلا داخل على النهاية. لو الحرب دي بدأت مش هتكون حرب عادية، لأن الحرب دلوقتي بقت بأسلحة متطورة ودمار شامل. مجرد شرارة واحدة ممكن تخلي العالم كله يدخل في حرب عظيمة التاريخ ما شافش زيها. ناس كتير بدأت تربط الأحداث اللي بتحصل دلوقتي بتنبؤات نهاية العالم، وناس تانية شايفة إن اللي بيحصل ده علامة كبيرة عن كارثة كبرى هتحصل. طب إيه الحل؟ وهل في مخرج؟ دلوقتي كل الأنظار متجهة للحكومات والزعماء اللي بيحاولوا يهدوا الأزمة قبل ما تحصل كارثة. لكن بصراحة لو استمر التعنت الأمريكي والدعم الأعمى لإسرائيل، المنطقة كلها هتولع والعالم كله هيدفع الثمن، لأننا في زمن القرارات المصيرية ومفيش أي وقت للأخطاء، لأن أي غلطة دلوقتي ممكن تكون بداية النهاية. لو وصلت لحد هنا أتمنى الفيديو يكون عجبك. ياريت ما تنساش اللايك والاشتراك في القناة عشان يوصلك كل جديد.